بسم الله الرحمن الرحيم. إن العفاف يصرخ، إن العفاف يصيح، إن العفاف يقتل بينكم، إن العفاف يهدم بنيانه وتهد أسواره. لقد غزينا وغزي شبابنا، فتجد أن قيمة العفاف ضعفت، فصارت تلك الألفاظ وتلك الصور وتلك المعاني التي تهدم والله قوى الرجل المكين الأمين وتضعف أمانته. وإن بلغ ما بلغ تداول بين الشباب، بل تتداول بين الرجال. يأتيني أحدهم وهو يبعث صرخة إلى كل رجل أمين فيقول: رجال رجال وليسوا في سن الشباب بل رجال. وعليك أن تتفهم معنى هذه الكلمة. يشتركون في بعض القربات التي يتداول فيها الصور المهينة المخزية الفاضحة، مع أن الله عز وجل قد ستر عليهم وقد حفظهم وقد صانهم وقد أعفهم وجعل لهم الحلال الزلال في بيوتهم. مع ذلك هدم سور العفاف وجاءت صرخة عفاف حتى تقول: أيها المؤمن حافظ على عفافك، حافظ على عفافك، فوالله إذا هدم العفاف فلن يقيمه شيء. لا إله إلا الله. فيما قد يفعل الأبناء من خلف آبائهم. يأتيني أحد الآباء الأفاضل منذ مدة طويلة وهو يبكي والله بكاء مريرا فيقول: ضاع ولدي ضاع ولدي ضاع ولدي. لماذا؟ لأنه ترك له الحبل على الغارب وأعطي كل شيء، لا يسأل شيئا إلا أعطيه، حتى وقع فيما حرم الله عز وجل. فما الذي يحفظ الفروج؟ بل ما الذي يحفظ القلوب؟ إذا أصبحت أبصار الجيل الذي ينبغي أن يحافظ عليه كلها محلقة في صور العاريات السافرات الماجنات الخليعات، فما الذي يحفظه؟ ما الذي يحفظ الفتيات إذا وصلت إليهن تلك الصور؟ ما الذي يحفظ الرجال؟ ما الذي يحفظ النساء؟ سنصيح ونصرخ في يوم من الأيام من كثرة الخيانات الزوجية. إذا ما سرت هذه الآفة في مجتمعاتنا وهدم العفاف من بيننا. والذين هم لفروجهم حافظون. يا من يستغفي البنات المسلمين، يا من يستغفي الأبناء المسلمين، اتق الله. يا من يأتي إلى البراء يريد أن يتلاعب بهم، يا من يريد أن يحطم أسوارا من العفاف ويهدم بنيانا من العفة، اتق الله. فإن هناك بيوتا مستورة لا تدخل عليها العار ولا تدخل عليها الشنار. أتريد أن تغوي أختك المسلمة؟ أتريد أن توقع أختك المسلمة؟ أتريد أن تنتهك عرض أختك المسلمة؟ أترضى ذلك لنفسك؟